أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد وبنزول عدسة برنامجنا للحكاية بداية مع ياسر أبو شقرة بتغطية هذا الحدث ومن قلب هذا الحدث وتحديدا من قاعة بروج بمدينة نصر. فسوف تقوم الآن فعالية جديدة من فعاليات مهرجان أرب ميديا انترناشونال فيستيفال. ابقوا معنا مع أجمل وأحلى لقاءات. معكم ياسر أبو شقرة. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه جديده من فعاليات ارب ميديا انترناشونال فيستيفال. طبعا زي ما احنا عودناكم في برنامجنا في كل حلقه دايما بنسلط الضوء على الشخصيات الهامه والفنيه المؤثره في مصر والوطن العربي، ومن ضمن هذه الشخصيات المؤثره النهارده اللي ليها دور كبير في مجتمعنا ومش بس في مجتمعنا في الوطن العربي، معنا ومعكم الفنان الجميل محمد الصاوي. تعال نرحب بيه. اهلا وسهلا بيك. بيك يا فندم، منور منور الدنيا يا فندم. والحقيقه عاملين استقبال جميل جدا، والارب ميديا دوت من الحاجات اللي هي بتوثق جمال مصر والجمال الفاشن واستقبالنا للمواهب الجديده اللي هي مواهب كمان فرصه اكتشاف مواهب، فرصه طبعا اكتشاف مواهب جديده. استاذ جمال البيومي من الشخصيات الجميله جدا. لبس سيادتك الدعوه الانفيتيشن. اكيد وصديقي انا عارف يا صديقي حضرتك حبيبي. كلمنا بقى عن اعمالك الفنيه وايه الجديد، في حاجه جديده مسرح او تلفزيون او دراما؟ هو احنا بنجهز حاجه مسرحيه هنطلع بيها فرنسا اول الشهر ان شاء الله، مع الاستاذ احمد بدير والاستاذه رانيا فريد شوقي. بنبقى هناك حقيقي الجاليات العربيه هناك بتستقبلنا بشكل جميل جدا، سواء من المغرب، تونس، الجزائر، مصر، حتى بيوقفونا في الشارع من حلاوه من حلاوه اللهجه نفسها. بوقفك في الشارع يقول لك كلمني مصري، كلمني مصري، ما تكلمنيش عربي. صح. انت شايف طبعا الازياء الجديده النهارده 2025. طبعا عجبك ايه من الازياء الانواع، وعجبك ايه من الفاشون، والتنظيم كان عامل ازاي كمان النهارده، والاداره كانت عامله ازاي؟ لا هو تنظيم جميل جدا وفاشن على احدث الموضه شيء جميل جدا يعني بصراحه، وفي تطور في اللي هي موجوده بشكل محترم وشكل جميل. و يعني احنا جايين وهنسبق دول من مصر ما شاء الله دايما متقدمه، مش بس في الحضاره، في كل حاجه. كلمه اخيره او رساله تحب توجهها للدكتور جمال بيومي قبل ما نختم لقاءنا، تحب تقول له ايه؟ بقول له شكرا على الجمال دوت والاستقبال الجمال دوت والفنانين واللي موجودين، وده شيء محترم وجميل جدا. كلمه للساده المشاهدين اللي حابينك، طبعا كل المعجبين متابعينك، تحب تقول لهم ايه، توجه لهم رساله من خلال هذا الموضوع؟ بحبكم ويا مراحب يا مراحب يا سفينه مراحب. شكرا يا فنان، شكرا، نورتنا. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه جديده من فعاليات مهرجان ارب ميديا انترناشونال فيستيفال، وسعدنا وشرفنا بقى نلتقي بصديقي الغالي رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي اللي وحشنا دايما، اللي منور هنا على الريد كاربت قدامنا. وطبعا هو ما يقدرش يتاخر عن دكتور جمال بيومي. طبعا انت عرفتوا مين؟ طبعا احمد شوقي. اهلا وسهلا. طبعا وشرف لي ان انا موجود معاك النهارده. انت منور الدنيا، منور اجواء كلها. طبعا رئيس مهرجان قد الدنيا، لازم تكون انت ليك اجواءك والناس حبايبك هنا. كلمنا عن تنظيم وكلمنا عن الحفل كان عامل ازاي. مبدئيا خليني بس اتكلم الاول عن شياكتك النهارده، بجد حاجه يعني رائعه جدا، يعني بجد بحييك. لا بحييك بجد مبدئيا، وطبعا تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الكرو اللي معانا، وان شاء الله يعني انا شايف ان الدكتور جمال مقدم حاجه كويسه جدا النهارده، مع ان الموسم الثاني ليه النهارده، بس هو حط نفسه في المقدمه بصراحه. تقدر تقول ان هو حط من السلمه الاولى، وكان مداعمين ليه لانهم حبايب كتير زيك كده على فكره. طبعا الدكتور جمال محبوب وكل الناس بتحبه زي ما انا شايف، وكل الناس جت النهارده، وبتمنى له ان شاء الله مزيد يعني من النجاح والتفوق، وعقبال مواسم كتير جايه باذن الله. خش بقى المجال الفاشون، وطبعا انت عارف بقى، طبعا انت بتجيبهم عندك في المهرجانات. طبعا انت ايه رايك في الازياء الجديده النهارده 2025؟
والله انا شايف طفره برضو كويسه جدا في المهرجانات والفاشن الايام دي. وكمان انا برضو بوعدك من خلال برضو الكاميرا بتاعتك ان شاء الله السيزون الجاي بتاعي الرابع هيكون يوم 13 الاثنين الجاي باذن الله. مبروك. باذن الله، الله يبارك لك. كسر الدنيا طبعا هتشرفني طبعا وكل اعضاء الكرو، ده شرف ليا وحضرتك يعني من العمدان اللي بتقف معانا في المهرجان بتاعنا. فكره باشمهندس احمد كلكم عارفينه طبعا، ليه متابعين وليه اصدقاء كتير جدا من مختلف المجالات، كلهم ما شاء الله عليهم، من رجال الاعمال من الفنانين، وكل مميز جدا في شغله عن الاخرين. طب بصراحه هو بقى عارف اللي هو حته يعني الخبره في الحاجات دي كلها، هو احمد شوقي مفيش تاني. ربنا يخليك، ربنا يعزك. فان شاء الله بوعدك يعني بالموسم الرابع ده هيكون حاجه مختلفه تماما، يعني هنعمل طفره جديده ان شاء الله في السيزون الرابع ده في عالم المهرجانات. يعني مش عايز اختم اللقاء طبعا، كلمه صغيره او رساله دكتور جمال بيومي تحب تقول له؟ والله يا دكتور جمال انا بحييك جدا بصراحه، وانت قمت بمجهود كويس جدا واشتغلت على نفسك جامد جدا، وبصراحه تستاهل كل خير وتستحق نجاح اكتر من كده كمان، وان شاء الله يعني بالمزيد من التفوق والاعلى باذن الله في اللي جاي. مستر احمد انت نورتنا في هذا اللقاء بصراحه المثمر الجميل، ونتمنى يكونش اخر لقاء ودايما لقاءات اخرى مع بعض. تحياتي ليك. شرف ليا والله، ربنا يعزك. تحياتي. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل هذه الفعاليه الجميله والاجواء طبعا الجميله النهارده من مهرجان ارب ميديا انترناشونال فيستيفال. وسعدنا وشرفنا ان نلتقي طبعا لجنه التحكيم الجميله الفنانه سوزان القواص، صح كده؟ صح كده. من سوريا. من سوريا. احكي لنا بقى عن طبعا لجنه، يعني انت قدام وشايفه كل حاجه وبتحكمي كل حاجه، احكي لنا بقى على ايه اللي لفت انتباهك وايه اللي مميز النهارده، وخصوصا انت دورك كان لجنه تحكيم النهارده. يعني عاوزه اقول لك التنظيم اكتر من رائع، ومفيش حاجه، كل تفصيله كانت في مكانها. وبتشكر الدكتور جمال البيومي على دعوتي، على ثقته بيا بما اني من لجنه التحكيم، ويا رب من نجاح لنجاح وكل سيزن يكون في تقدم اكتر واكتر. وعلى فكره اشار واختار فعلا حضرتك، مش هلاقي احسن من حضرتك. تسلم لي الف شكر ليك. طبعا الاستاذه سوزان معروفه طبعا مش بس هنا في مصر، في الوطن العربي بتروح، هي مش عايزه تتكلم عن نفسها كتير عشان خايفه نحسدها. لا ابدا بالعكس. تعرفي سوري؟ شرف ليا. تسلم لي. منين من سوريا؟ من الشام، من دمشق. انا من دمشق جدي. انت ابو شام. اهلا تشرفت. مجالك بقى كلمنا عنه، وايه حلمك اللي جاي ان شاء الله المجال؟ يعني انا مجالي الاعلام، وانا عندي برنامجي الخاص على قناه النهار الوان. بيقدم ايه؟ هو اجتماعي ترفيهي، وهفتح سيزن جديد لمجال الاستثمار العقاري في مصر، وبدرس سيناريو فيلم، معرفش لسه لو انا هاخد تجربه التمثيل ولا لسه. يعني ما شاء الله يا سيدة اعمال وفنانه قادمه صاعده هتكسر الدنيا. ثانك يو. نورتينا. قبل ما اختم اللقاء كلمه صغيره او رساله للدكتور جمال بيومي تحبي تقول له ايه؟ حابه اقول له انه كان رائع جدا بالتنظيم وبكل حاجه عاملها وبكل تفصيله، ويا رب من نجاح لنجاح دايما. كلمه للناس اللي بيحبوك الساده المشاهدين تحبي تقول لهم ايه؟ بحبهم كلهم. احنا سعداء بيكي، ومش عايز اختم اللقاء الحلو المثمر دوت، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءات اخرى دايما مع بعض. شكرا ليك يا سوزي. شكرا. ثانك يو ليك، بتشكركم. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل الفعاليه الجديده النهارده في السيزون الثاني من ارب ميديا انترناشونال فيستيفال، مهرجان الفاشن والازياء. وسعدنا وشرفنا بقى نلتقي بصديقتي الغاليه العزيزه، فنانه جميله وطبعا متعدده المواهب، والنهارده مشرفانا النهارده، ونحب نقول لها طبعا يعني الحمد لله على السلامه والف مبروك على التكريم. طبعا زيزي رشاد، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك، ومتالق دايما يا عم، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. مبروك على تكريمك النهارده. الله يخليك، ميرسي جدا. دولي وتستاهلي كل خير. الله يخليك، ميرسي جدا. انا شايف طبعا نتكلم بقى الاول على الفاشن الاول، وبعد كده نتكلم على مجالك. ايه اللي عجبك في الفاشن والازياء مثلا جديد يعني؟ لا، في الفاشن النهارده في موديلات رائعه جميله جدا. تمام. غير كده ملكات الجمال النهارده متألقين جدا جدا، في حاجات حلوه النهارده. لا عجبتني جدا النهارده، يعني ما شاء الله حاجات حلوه. مصر ولاده، ومصر فيها حاجات جميله طبعا. الميك اب ارتست برضو في حاجات شغل جديد. الميك اب ارتست في شغل قيم جميل جدا، يعني ما شاء الله حلوين جدا. بالنسبه للتنظيم والحفل كان عباره عن ايه، وايه اللي عجبك فيه التنظيم والحاجات؟
لا دكتور جمال النهارده لا في تنظيم هايل النهارده، تنظيم متألق، في إعلاميين كتار كمان، منظم على أعلى مستوى، وفي ثقافات كمان جديدة حلوة ما بين الدول وبعضها، ما بين شعوب يقربوا من بعض. طبعا. وفي الوقت الحالي اللي مصر طبعا والدول العربية محتاجة ده. ايوه بالظبط كده. طبعا مصر قريت عينيك. مصر يعني لازم، مصر ام الدنيا دلوقتي، محتضنه جميع الدول العربيه من جميع الجنسيات. بنقول لهم مصر ولاده، ومصر بتحب جميع الشعوب، وام للدول العربيه، ودايما احنا الحمد لله عايشين في سلام برئيسنا طبعا، ربنا خلي لينا طبعا، وطبعا ويفضل متألق. اسد العرب. طبعا اسد العرب طبعا. ربنا يكرمه طبعا. خش بقى على المجال بتاعك الفني. انا سامع ان في شركه طبعا انت بتقدمي بيها مواهب جميله ومتألقه، وانت بتختاري من لجنه، انت عامله لجنه وبتختاري منهم، واللي بيبقى كويس بتبقي معاه ومدعميه وكده. كلمني عن الحاجات التوليفه دي. احنا حاليا دلوقتي في توضيب الشركه، لان الشركه بقى لها دلوقتي سنه او اكتر قافلينها. لا هي بقى لها 35 سنه. طبعا لصاحبها استاذ محمد الجباس، ده دكتور في اكاديميه الفنون في السينما الخدع البصريه. انا على التعريف. وحاليا دلوقتي هو في السعوديه، بس احنا بنعمل تجديدات للشركه على اساس في حاجات جديده هنعملها كمسلسلات، كاعمال فنيه وبرامج، افلام. دخلتوا ولا لسه؟ هو احنا في التوضيب حاليا دلوقتي، بنجهز كمسلسلات كافلام ورق بقى وكده، ونشوف الاشخاص. احنا كله جاهز. كله احنا شغال. الشركه بقى لها بقول لحضرتك 35 سنه، لكن بنعمل لها تعديلات حاليا دلوقتي. توضيب للشركه الكلام ده، بحيث ان هو يرجع بقى بالتألق، ونعمل افتتاح ان شاء الله في الفتره القادمه، واكيد انت هتكون معانا ان شاء الله. ربنا يخليك، شرف ليا يا فندم. تسلم لي، ميرسي. فيزي، مين اللي بيعجبك من الفنانين في الزمن اللي احنا حابين؟ حباهم قوي، قريبه من القلب. بص هقول لك على حاجه، شويه اسئله اهو. كفن ايه، كطرب ولا تمثيل؟ تمثيل طبعا. تمثيل. انا بعشق فعلا ليلى علوي. بجد. من الجديد؟ من الجديد لا، في ناس كتيره جدا، انا خايفه ان انا اقول حد معين هظلمهم كلهم. في فنانين كتير، منى زكي، في من الشباب بقى. طيب يعجبك مين تمثيله قوي قوي تقولي ده جامد جدا، عايز اتفرج على الفيلم ده؟ انت لا انت هتخليني بقى، لا هم كلهم حلوين. لا هم نجوم ما شاء الله. احمد عز نجم هايل جدا. قول كده برضه. كريم عبد العزيز متألق كل يوم في تجديد. كريم محمود عبد العزيز برضو. لا في مجموعه هايله كبيره جدا. شخصيه هو شايفك دلوقتي اي اكتر حد بتحبي مين؟ انا بحبك. اقول له هاني شاكر ومحمد ثروت. حلو قوي الاثنين دول بجد. لا انا بحبكم قوي جدا. ونفسي ان هم يرجعوا يعملوا دويتو تاني، يا ريت. كان على القلب. ايوه هيك بتقول والله قرا العيون يا جماعه. الاغنيه دي 42 سنه او 45 سنه بجد. من يعني صوتك حلو، ما نيجي نغني سوا. لا ما بعرفش والله. لا ما بعرفش حرج. لا يبقى انا حاطه حاسس صوتك حلو، مش عارف ليه. لا انت جميله والله. انت اللي جاي شيك وتري جانتيك بجد يعني، وحضورك كان جميل مغطي على طبعا كل. وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءات اخرى مع بعض. شفتي تضحكي ازاي؟ المره الجايه تضحكي اكتر واكتر ان شاء الله، واكيد هتكون انت في الافتتاح بتاع الشركه بتاعنا. شرف ليا. تسلم لي يا عم، تسلم. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. ميرسي. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل هذه الاجواء الجميله، وفعاليه جديده من فعاليات مهرجان أرب ميديا انترناشونال فيستيفال. وطبعا النهارده يسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالفنانه الجميله روزاليا. روزاليا من لبنان، اسم لبناني صح كده؟ صح. انا عرفته. بحييك وبحيي برنامجك، واكيد بدي احيي أرب ميديا الدكتور جمال بيومي على هالنشاط الحلو اليوم. انت كمان منورانا، وانت فعلا يعني بصمه لينا طبعا
فنيه جميله وابدعت النهارده، وانا اسمع كمان ان صوتك روعه جدا جدا جدا، وكرمتي من اكتر من محافل دوليه، صح؟ اكيد طبعا قلنا بقى الكلام ده. شاركت بمهرجانات كتير واخذت كتير تروفيه اكيد، وكان شرف لإلي اني اكون موجوده بالقاهره اللي هي بلدي الثاني مصر. احكي لنا على المهرجان وايه اللي عجبك في المهرجان، وخصوصا اللي بيقدم بقى الفاشون، الازياء طبعا الجميله 2026، وكمان الميك اب ارتست والعنايه بالبشره والحاجات دي والشعر والكلام ده. ايه اللي عجبك في كل الكلام ده؟ حركه جمال بقى لبنان نفسها. تسلم. حبيت التنوع بالمهرجان، حسيت انه في من كل شيء، استعراضات للازياء واستعراض للاشياء الفنيه كمان، وحبيت كل شغل الميك اب ارتست، واكثر شيء لفتني فساتين الافراح. فساتين الافراح وخاصة الفستان اللي عليه شابو اللي في له تقية في ورا ده جميل جدا، يعني عجبك؟ تحية للمصممة اللي عملته أكيد. ايه تاني عجبك؟ حبيتكم تنظيم حلو كمان، وإن شاء الله دايما بالتوفيق. المهرجان كله حلو منوع. أنت فنانة مش ممثلة يعني طرب، يعني أنا حاسس كده أنت شبه فيروز، مديه على فيروز. حد قال لك الكلام ده ولا أول مرة؟ دايما بس يذكروا لبنان بيذكروا فيروز. الطول بتاع فيروز، مناخير، ملامح بالظبط. ممكن إلي الشرف، أهم فنانة بالعالم العربي يعني. الشرف. عاملة ألبومات، قولي لنا الجديد وإيه الجديد قدامك، وسمعينا بقى حاجة كده على مزاجك أنت يعني. عاملة كتير ألبومات غنائية وفيديو كليبات. إذا بتشوفوا على اليوتيوب روزاليا بتذبحني، أغنية دبكة، وعندي أغاني مصرية مثل أنا مغرمة ووقف شغل. أنا مغرمة رح نسمعها بالمهرجان هلا، ووقف شغل أغنية جديدة بدنا نصورها بالقاهرة إن شاء الله بمصر. إيه رأيك نتفق مع بعض نغني أغنية لبنانية ونغني أغنية مصرية؟ حاضر ماشي. سلام مشاهدين. اللبناني رح نغني لكم تلاقوا العيون حب مجنون كيف بيكون. تلاقوا العيون حب مجنون كيف بيكون، يي من الفرحة طار قلبي صار يغلي نار، يي عنده غمزة على خده والله بجماله من قده، تعكسنا هو حلم الصبايا وانا نقاني كون حده، يي الله جميل. هنعلي الطبقة شوية عشان الناس، هو ده عازل برضه، بس برضه نغني بقى الأغنية المصرية. تحب تقول لنا إيه؟ عندي أنا مغرمة، أغنية مصرية إحنا قلناها في المهرجان، أغنية خاصة لإلي يعني. هسمعك مقطع صغير منها لأنه بهالزحمة ما رح. الزحمة دي أنا مغرمة، أنا عشقي وسلطنة طيرني لفوق، ولا فيش زينا في الهوا قدنا على قد الشوق. أنا مغرمة، أنا عشقي وسلطنة طيرني لفوق، ولا فيش زينا في الهوا قدنا على قد الشوق. تبقوا اسمعوها موجودة على جميل. أنت تعبتي ولا إيه؟ رقم من أول المهرجان طبعا. أنت لما بتنزلي في مصر إيه اللي بيعجبك عن شعبها؟ الأماكن السياحية يعني احكي لنا زرت لنا إيه، وإيه الأماكن اللي أنت بتحبيها؟ حبيت كتير القاهرة، قلت لك مصر بلدي الثاني. حبيت المعالم كلها، حبيت الأهرامات، حبيت النيل عشقي وغرامي. حبيت شعبها لمصر، الشعب الطيب القريب للقلب الخدوم. أكيد حبيت كل شيء بمصر. واحنا كمان سعداء بيك وبنحبك طبعا، وشرفتينا بجد والله هنا في مصر وفي المهرجان. تحب تقولي كلمة للدكتور جمال بيومي رئيس المهرجان، تحب تقول له إيه؟ دكتور جمال البيومي يعطيك ألف عافية، أكيد بنتمنى له التوفيق دايما، وأنتم كمان فريق العمل وكل اللي بيشتغلوا بالمجال الإعلام بالسوشيال ميديا وأي شيء تلفزيوني إعلام كله بشكل عام، وجه لهم تحية. عم يتعبوا، عم يعملوا جهود كتير حلوة، ودايما مزيد من النجاح لهم دايما. ميرسي ليكي. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل هذه الاجواء الجميله، طبعا فعاليه جديده من فعاليات طبعا مهرجان ارب ميديا انترناشونال فيستيفال للسيزون الثاني. دكتور جمال بيومي، يسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالفنانه جميله، فنانه يعني كلنا بنحبها، مطربه دار الاوبرا، وطبعا ساقية الصاوي وحاجات كتير قوي قوي. قدمت اعمال جميله جدا وصوتها مميز جدا والناس كلها بتحبوها. وسعدنا وشرفنا النهارده ان نلتقي في هذا المكان وعلى الريد كاربت بهناء. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، منور الدنيا كلها. مرة استاذ هناء. ميرسي قوي، الله يخليك، ده النور لحضرتك. كلمينا بقى عن الاجواء طبعا المهرجان كان عامل ازاي بالنسبه للتنظيم، الفاشون، الازياء، الميك اب ارتست، الخبراء النهارده شايفهم جميل جدا بتوع البشره والشعر. كلمينا عن الحاجات اللي لفت انتباهك ايه؟
عجبني الميك اب ارتست، وعجبني طبعا الموديلات كلها. ايوه كل التصميمات كانت حلوه قوي. طبعا بحب اشكر دكتور جمال، بقول له الف شكر يا دكتور. المهرجان حلو قوي، التنظيم حلو. طبعا يا رب من نجاح لنجاح. بالنسبه لاخواتنا العرب، يعني انا مبسوطه باللفته الجميله اللي عملها دكتور جمال، بان هو طبعا مستضيف اخواتنا العرب هنا موجودين معانا. بقول لهم اهلا وسهلا في مصر ام الدنيا. وبالنسبه لاحتفالات 6 اكتوبر، بقول للرئيس الف مبروك يا ريس. 6 اكتوبر من نصر لنصر ومن نجاح لنجاح، ودايما كده يا ريس متألق وكيدهم كلهم. بنقول لك يا ريس احنا معاك وجنبك وفي ظهرك، بنحبك يا ريس يا سيسي، وبنحب بلدنا وبنحب قواتنا المسلحة وشرطتنا، وبنقول لمصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. خلصت الشهر كله بسرعة جري، قلت كل حاجة. ايوه خش بقى على ايوه اتفضل. بالنسبة لمصر عايزة أقول أغنية هي أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانتي اغلى وطن وانتي اعلى مكان، ومهما كان انتي مصر وكل خطوة بنصر. ومهما كان انتي مصر وكل خطوة بنصر. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. شكرا. ايه الجمال ده؟ ايه الجديد بالنسبه لك اللي جاي بقى؟ ان شاء الله في احتفالات، ودايما احتفالات جايه كتير ان شاء الله في سيد الصاوي والاوبرا. طبعا احنا بنعمل بروفات دلوقتي بنجهز يعني. دلوقتي انا في متواجده معاكم في كل مكان. طبعا بوجودكم وحبكم ليا ده من فضل ربنا عليا. بشكركم جميعا وبشكر الاستاذ الجميل الاعلامي، ان شاء الله اشوفك يا رب ناجح كده واعلامي كبير. ميرسي لكم كلكم. شكرا لك يا فنانه، طبعا نورت الدنيا ونورت الدنيا، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءات اخرى مع بعض، وانت جميله ومتالقه دايما. شكرا لك. الله ميرسي قوي. ميرسي. شكرا. وفي نهايه ختامنا اعزائي المشاهدين من مهرجان ارب ميديا انترناشونال فيستيفال، نتمنى من الساده المشاهدين نلتقي في سيزون جديد لبرنامج الحكايه بدايه مع ياسر ابو شقره. شكرا لكم اعزائي المشاهدين.